اللعيب اللي رايح النادي اللي بياخد ملايين ما ينفعش يروح النادي ساعتين مش يعني موظف طبعا. ولو عندك اعتراض على ده ما تجيش، يعني العب في حته تانية. النهارده عشان تلعب في انديه كبيره وعشان خاطر تبقى انت راجل بتمتهن فكره الكوره اللي العالم نظمها لنا وتطور فيها بشكل كبير جدا، لازم تحترم انك بتروح علشان خاطر تشتغل في النادي ده. بتشتغل ايه؟ بتحافظ على جسمك ازاي؟ بتصحى الصبح ليه؟ تعمل ايه عشان خاطر في النهايه تروح تنام؟ بتاكل وتشرب ايه؟ بس هل الانديه بتقدم ده على مستوى الاكل والشرب، على مستوى الراحه؟ فانت بتدفع ملايين في اتجاه في النهايه يعني في حاجات ممكن تبقى يعني بفلوس اقل وبتنظيم اقل ويخدمك بشكل كبير جدا، بس الناس ما عندهاش صبر يعني. عارف يا احمد، انا باخد من كلامك ده وبفكر في فكره كده لسؤال غريب قوي. هو احنا بنلعب في مصر كوره ليه؟ بس بجد مش بهزر والله العظيم. خالص بس يعني انت لما بتتكلم معايا كده وبتقول لي اليوم الرياضي بس انا مش بخترعه يعني، مش ده مش اختراع. لا، هو ده مش اختراع، ده موجود بره. آه. بس هو الفكره، هو احنا بنلعب كوره يعني مثلا فرقه بتصعد من المحترفين بتخش الدوري الممتاز، وينزل تاني. انت عايز ايه يعني؟ انت بتلعب ليه؟ ما انا قلت لك في يعني في ادارات لو جابوا ناس مسؤولة عنهم بس بص يعني في ناس بتبقى داخله الاداره مش هويته خالص ان النادي ينجح. يعني هو كل المرتبط بيه ان هو يظهر في التلفزيون، ان هو بيتعامل مع اللعيبه الفلانيه، ان هو بيقدر اللعيبه الفلانيه، ان هو بيقدر المدرب الفلاني. ففي ناس يعني وشفت ناس عندهم نفس القصه ومش فارق معاه يظهر خالص، يعني مش فارق معاه. يعني الموضوع بالنسبه له ما فيش مش يعني قصه الظهور دي بالنسبه له مش فارقه معاه بحاجه. مش فاهم. هو اهم حاجه ان النادي اتنظم ورايح لفين والامور ماشيه ازاي واحنا نجحنا ولا لا. يعني انا بقول لك في انديه كبيره موجوده لو دخلت مثلا يعني مثلا بيراميدز، نادي اول ما اتبنى كميه المبالغ اللي كانت صرفت فيه، تقول ان بيراميدز بكره ياخد بطوله؟ طب بيراميدز خد بطوله بعد قد ايه؟ المفروض ياخد بطوله في مسكوا نفس كام اليوم. مدرب كبير؟ هل المدربين الكبار اللي موجودين دول هل كده معنى كده ان هم فاشلين؟ فكره الصبر والبنى والتعلم من الاخطاء وتصحح ازاي عشان توصل لافضل نسخه ممكنه ليك تحقق اللي انت عايزه، ده اللي احنا لسه ما وصلنا لهوش.